ثلاثة يبعدن عن القلب الحزن: الماء والخضراء والوجه الحسن. وتذكرت والذكرى تهيج الفتى، ومن حاجة المحزون أن يتذكر. ثقافة الحزن في المجتمع العراقي هي محاضرة سيقدمها لنا الأستاذ القدير طالب أحمد، فليتفضل بذلك مشكورا. ربنا يجزاك مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أتوجه بالشكر الجزيل للأخت الأستاذة كفاح على دعوتها الكريمة وعلى إقامة هذا المنتدى الرائع، وشكر امتناني أيضا للحضور الكرام على تلبية الدعوة. ما دام الأستاذ بسام هو افتتحها بأغنية حزينة للفنان الكبير قحطان العطار، أتذكر بهذا الصدد أكو أغنية أيضا لقحطان العطار يقولون مغني فرح، ويمكن الكثيرين سامعين قصتها أنه كان محمد سعيد الصحاف مدير الإذاعة والتلفزيون كان بالسبعينات أو أواسط السبعينات، نحن جمع كتاب الشعراء وكذا وقال لهم أنه إحنا في زمن الحزب والثورة والأوضاع البلاد، فماكو يعني أغانينا كلها حزينة، فينبغي أن يكون بها مسحة فرح. فكتب بس ما ذكر أي شاعر، يمكن زامل سعيد فتاح الصور، المهم كتب أغنية يقولون غني الفرح ردا على هذا. وفي ذات السياق أكو أغنية الأمل الخضير بثتها الإذاعة لمرة واحدة، يقول كانت الدنيا كريستال وفرح. وبعدين أيضا دزوا على كاتب الأغنية والملحن، واستفهموا أنه اعتبروا هاي مجرد الحديث بحد ذاته يحمل في الدلالة أنه ليش كانت الدنيا كريستال فرح، وبهسه صارت كريستال فرح بزمن الحزب والثورة، فغيروا كلماته. موضوع محاضرتنا طبعا هو عن الحزن، عن ثقافة الحزن في المجتمع العراقي. موضوع حزين. أنا أتذكر لما عدت العراق عام 2003 الشهر الخامس تحديدا، يعني بعد شهر أو أقل من شهر من الاحتلال، بعد يعني فراق أو غياب 14 سنة عن البلد. فأول ما شيء لفت نظري أنه لما رجعت البلد أنه طبعا هي مظاهر الحزن أصلا كانت موجودة في البلد، بس شفتها طاغية بشكل في كل مكان أشوفها، يعني من حتى في الأشياء مو فقط في وجوه البشر، كنت أشوف الحزن في الشجر، في الماء، في الأرض، في كل مكان. وكانت اللافتات السود اللي تنعى الشهداء أو المعدومين، والناس اللي تبحث عن أحبائها في المقابر الجماعية. ومن الطرافة في مكان أنه أنا كنت لما أتجول ذاك الوقت في بغداد كانت هاي سيارات الكيا واللي تنقل الركاب، وحتى سيارات التاكسي اكو عبارة تنكتب دائما شبه تتكرر على جانب السيارة: بس دموع. هاي عبارة يمكن شايفيها حضراتكم، فضلا عن عبارات أخرى أيضا تعبر عن الحزن. وهذه تختزل، يعني صحيح هي يعني مو فقط مجرد كتابة على السيارة، فيها رمزية تعكس أنه إحساس الإنسان العراقي بأنه حياته هي حياة مليئة بالأشجان بالأحزان، وأنه فقط دموع. لكن أنا أريد أؤكد عليه أنه الحزن هو مو فقط مشاعر ذاتية أو أنه تعبير عن ألم ذاتي. الحقيقة الحزن هو مقترن بالثقافة. يعني إحنا أستطيع أن أقول إحنا مجتمع حزين، والحزن منظومة ثقافية أو نسق ثقافي متكامل، نسق رمزي أيضا، وهو يهب حياتنا المعنى. يعني أنا الآن ما أدخل بتقييم هل هذا أمر إيجابي أو هذا سلبي، أنا يعني كباحث اجتماعي أرصد هذه
هذه المشاهد. وقبل أن أدخل أيضا أخوض في الموضوع، أحب أن أشير إلى أنه أنا في دراستي للماجستير لما بدأت أختار يعني الموضوع، فكنت أختار هذا الموضوع ثقافة الحزن وبحثها، فالأساتذتي قالوا أنه هذا أكو عنه بحوث. بعدين اخترت موضوع هو معادل موضوع للحزن اللي هو النكتة العراقية. فأحد الأساتذة يعني علق بلطف قال بس احنا بيا حاله طالب يبحث النكتة، يعني اعتبرها نوع من الترف. لكن أنا اكتشفت لما درست النكتة العراقية، اكتشفت أنه الإنسان الحزين بقدر ما يكون حزين وبقدر ما تقهر الأحزان أو الأشجان أو المصائب يميل إلى النكتة، كأنما النكتة معادل موضوعي لهذا الحزن. ولهذا أكثر يعني المجتمعات اللي تتسم بالحزن أو تكثر فيها النوائب والمصائب، شوف أيضا النكتة موجودة بها. يمكن إحنا والمجتمع المصري على سبيل المثال على المستوى العربي واضح أنه عندنا النكتة منتشرة، كأنما الإنسان بهذه النكتة هو يقهر القهر. لما واحد سأل مواطن مصري قال له أنتم هواي تنكتون، قال له من الغلب يا أبي. ليش النكت يعني؟ من الغلب. فكذلك النكتة العراقية أيضا متميزة، شكل من أشكال مقاومة القهر. وحتى الحزن في تقديري هو أيضا شكل من أشكال مقاومة الإنسان. وحتى أوضح هذه الفكرة أود أن نذكر في البداية حتى يعني ندخل هذا الموضوع أنه كيف أنه الحزن والتعبير عن الحزن هو مقترن بالثقافة، يعني مو مسألة ذاتية. يعني أنا من أحزن أكو شيء باللاوعي هو يعني داخل في ثقافتي راح يخليني شلون أعبر عن هذا الحزن. إحنا مثلا في العراق عندنا مبالغة طبعا في إظهار الحزن، وأكو يمكن مثل شعبي مشهور يقول حزننا حزن معدان، لا ناكل ولا نشرب. وأنا أتذكر في السبعينات، طبعا إحنا الآن يمكن أغلب الأخوات الأخوة الحاضرين هم من جيلي يعني عايشين فترة السبعينات والثمانينات. الآن شوي صار تغير بالمجتمع. في تلك الفترة أنا أتذكر من كنت صغير يعني أشوف مراسم التعزية لما واحد يتوفى يعني فيها مبالغة كبيرة. يعني مرة أحد الأقرباء كان متوفي، فحتى يعني بالزقاق والحارة كانوا النساء يخلون يعني طشت كبير يعني تراب ويحطوا ويا المي حتى يصير شكل يعني طين، ومنتج النساء هذا اللي يحزن ويهم القوالات ويقرا المراثي يخلن على الجبين شيء من هذا الطين كتعبير عن شدة الحزن. والمرأة اللي كانت مثلا الأرملة تبقى يعني فترة طويلة لابسة أسود، ما تخلي أي نوع من المكياج ولا حتى الكحل، والبنات والأولاد في حداد دائم يعني. وأريد ألفت النظر أنه هذا جاي يصير لأنه المجتمع يبجل هذا الشكل من الحزن. يعني هي مو صحيح هي طبعا متألمة هذه المرأة أو لنقل الرجل أيضا، لكن لأنه لأنه المجتمع يعطي مكانة للأرملة اللي تبقى حزينة، اللي تبقى مثلا حتى يعني يذكرها باحترام وإعجاب، يقول فلانة مثلا بقت 10 سنين ما تزوجت، بينما للرجل تختلف الموضوع لأنه هذا هو نمط الثقافة. فالثقافة أحيانا هي تخلي الإنسان بطريقة لا واعية يعبر عن حزنه، أن يكون فيه إفراط فيه مبالغة أم لا. كذلك هو للفرح، يعني الفرح والحزن، الفرح كمعادل موضوع للحزن أيضا يتأثر بالثقافة. أنا أتذكر في سياق لما درست النكتة، أتذكر أيضا شفت فيلم وثائقي عن شاب من دولة يسموها كوت ديفوار، اللي كان اسمها السابق ساحل العاج، من ساحل العاج.
يلقي يعني ينكت كثير ويضحك يعني أصدقائه بالمنطقته. وهو طبعا طلعوه بالفيلم الوثائقي في منطقة بائسة جدا، بيوت شلون من تنك أو من كذا، وطلعوا والدته وهو ينكت وكذا. فاليوم هو ظهر يعني يدرس بمدرسة ثانوية أو شيء. الأستاذ مالته قال له اكو مسابقة راح تصير بسويسرا لأفضل أجمل نكتة أو أفضل من ينكت، ليش مش شارك بيها أنت جيد يعني ويحكي فرنسي؟ قال له إيه ليش. فحضر كم نكتة وكذا، أنه هذني فالنكات قوية راح يشارك بين بهذا شو يسميه الحفل أو المهرجان لأجمل النكات، يعني ماخذين من أكثر من بلد. فهو بعدين راح لسويسرا، فهذا جاي من منطقة فقيرة تعبانة بأفريقيا بساحل العاج، فشاف الاستعدادات. هو الفيلم كان كلش مؤثر، شاف الاستعدادات، مسرح ضخم من هذا شلون مسارح الأوبرا، وشاف بعدين اليوم اللي صار يعني يصير بالمسابقة، شاف هذين السويسريات يلبسن هذا الفراء الفخم، كل واحدة جاية مثلا ويا زوجها أو ويا صديقها ولابسين أرقى الملابس، فما استوعب المشهد، يعني هذول جايين يسمون نكتة. فاجى الدور عليه هو هذا من الساحل العاج، فباووا على هذول كلهم قاعدين يبدون يسمعون النكتة مالته شلون راح يحكيها. فقال لهم حكاية كلش مؤثرة، قال لهم أنتم الآن جايين يسمعون نكتة، يعني تنتظرون نكتة، يعني جايين وطبعا جزءهم دافعين بد مبلغ، ليش جايين تسمعون نكتة؟ قال لهم ما احنا منطقتي، ذكر منطقة هي منطقة شعبية، احنا عندنا النكات يومية، عندنا النكات يومية. قال لهم تعرفون ليش؟ قال لهم لأنه احنا ما نعرف باكر راح نبقى حيالي ولا لشدة بؤسنا يعني، أما أنتم لا تعرفون باكر شنو، مستقبلكم شنو، وكل شيء مخطط له، وعندكم كل شيء مقنن، حتى النكتة هم تجون في مناسبة وتحضروا لها في موعد محدد. أما إحنا حياتنا تختلف، ولهذا إحنا عندنا النكات منتشرة ومجانية وعلى مدار الوقت. فهذا أيضا يعكس لنا، يعني إحنا قلنا الفرح والحزن، الثقافة الاجتماعية زيادة تأثر على الإنسان بحيث تأثر حتى على مشاعره. أنا اللي أريد أوصل إلى أنه الحزن هو نسق رمزي، وإحنا أحد مظاهر يعني رمزياته مثلا الدموع، الكلمات اللي نقولها، اللون الأسود مثلا اللي نلبسه، طريقة الإعداد الحداد، كم يوم يبقى، الكلمات اللي نقولها، القهوة اللي نقدمها، كلها هذه رمزيات إلها دلالة وتعطينا المعنى اللي يمنحنا للراحة النفسية. يعني هو الحزن صحيح هو تعبير عن ألم، عن معاناة، لكن بنفس الوقت هو أيضا مريح للإنسان، يشعر بارتياح لما هو يعزز انتمائه لهاي الثقافة ويعزز حضوره فيها وهو منسجم معها. واحيانا الحزن يكون تعبير عن احتجاج، مثل ما الطفل من يبكي وهو عنده فد احتجاج على امه يعني يبكي، او المراه زعلانه ويا زوجها تبكي وتستخدم الدموع كسلاح تخلي جزء الرجل ينهار امامه. فالحزن ايضا شكل من اشكال الاحتجاج والمقاومه. ولهذا انا شخصيا مرات يسالوني كثير لما كنت اعمل في الخليج انه انتم ليش العراقيين يعني مره حتى صار نقاش، يعني من تعرفون هناك المذهب الوهابي منتشر والافكار الوهابيه يعني مأثرة على تفكيرنا. قالوا لي عندهم مثلا عندكم عاشوراء، يعني مراسم في غايه الحزن، وليش الشيء هذا؟ يعني هو الحسين ذهب شهيد وسيد الشهداء هو وفي جنان الخلد، فليش الحزن هذا شديد؟ الحقيقة هو اللي يسأل هذا السؤال
ما فاهم اولا المجتمع العراقي، وما فاهم رمزيه الحزن في الملحمه الحسينيه والمراسم الحسينيه. هي مو قضيه انه انا بس ابدا ابكي او انه جاي يحزن. هو طبعا نعرف انه الحسين استشهد من فتره بعيده. طبعا مناسبه، قبل ان استطرد يعني اكمل مناسبته هذا السؤال، انه هناك من يعتقد ان الحزن يعني دليل على ضعف الايمان. هناك من يرى يقول لك انت ليش تحزن؟ الاقدار بيد الله، واحد مات هذا بعد الله اخذه، وانت تؤمن انه في حياه اخرى ويجوز ان تلتقي به بعد، ليش تحزن؟ والقران دائما اياته وسوره كلها انه تتحدث عن او تصف لنا المؤمن بانه لا يحزن. والايه المشهوره لا تحزن ان الله معنا، على لسان النبي الاكرم لا تحزن. وانا ما حافظ النصوص القرانيه، بس ما معناه انه المؤمنين الكذا يعني لا يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبهذا فليفرحوا. دائما اكو دعوه للانسان يكون والمؤمن هاشم بش. وعندنا الامام علي مشهور عنه انه كان دائما ابتسام. حتى الخليفه عمر بن الخطاب لما ساله عبد الله بن عباس قال له انت ليش ما يعني تخلي من بعدك ما معنى الامام علي او علي بن ابي طالب؟ قال له لولا هذه الدعابه فيه. يعني كان كثير التبسم، وحتى لما هو اصيب او يعني اثناء اغتياله كان يقول ابن عباس، ابن عباس كان متكلم يقول لما الحزن يا ابن عباس؟ يعني انا احدها بالآخر. فالحزن من ناحيه يعني الدين او الخطاب القراني لا يحث على الحزن، بل يحث على الانسان. اذا لماذا احنا عندنا مثلا خصوصا مجتمعنا باعتبار اغلبيته من اتباع الطائفه او المذهب الشيعي، ليش الحزن هذا الشيء؟ النقطه اللي اريد اركز عليها، الحزن هنا جاي الى رمزيه خاصه، الى نسق خاص فيه، كشكل من اشكال نزع الشرعيه عن الحاكم. ولهذا الامام السجاد طبعا هو زينب عليه السلام هو امام معصوم يعني في معتقدات الشيعه، لكن زينب مثلا لما كانت توقف امام الحاكم قال لها كيف رايت ما فعل الله باخوانك وابنائك وكذا؟ قالت له ما رايت الا جميله، ما رايت الا جميله. هذا هو جوابي. بينما الامام السجاد احنا نشوفه دائما يقول كان بكاء، كثير البكاء، وكل ما يعطوه ماء يبدا يقول هذا ابي مات عطشان. يمشي بالاسواق يسال القصابين يقول لهم انتم هم تسقون الكبش قبل تذبحوه ماء؟ قالوا له طبعا نسقي. قال لهم لكن ابي ذبحوه بدون ان يسقوه ماء. حقيقه الامام يريد يلفت نظر الناس على قسوه الحاكم، على عدم شرعيته، ويخلي عندهم يحيي عندهم الضمير. الحزن ايضا شديد الالتصاق بضمير الانسان. الانسان الحزين يكون مرهف الحس، ولهذا شوف احنا اصبحنا بلد الشعر والشعراء. العراق لولا انه منتشر فيه الحزن وثقافته، يعني الحزن معجون بهذه الثقافه، ما كان عندنا الى يومنا هذا. العراق يعني ينتج، لانه الشعر يحتاج الى حس مرهف، الى حس انساني عالي جدا. فالحزن عند حتى الامام الصادق عنده قول مشهور يقول كل حزن ما معناه مكروه الا الحزن على الحسين. ولهذا احنا نقيم في مراسم الحسينيه الحزن يصير له رمزيات متعدده واشكال متعدده، ونحرص على اظهاره. مو الحزن لاجل الحزن بحد ذاته، لاجل التعبير عن المعنى او عن الفكره او عن روح المقاومه عند الانسان. يعني انت بقدر ما تظهر حزنك بقدر ما تاكد على انه انت ترفض كل اشكال الظلم، ترفض كل اشكال القسوه، ترفض كل اشكال اضطهاد الانسان وسلب حريته. ولهذا نشوف احنا دائما يعني احنا كمجتمع اصبحنا تاريخيا ملاذ للناس المظلومه.
يجي عندنا لحد يومنا هذا يجوا الناس فقراء من بنغلاديش ما ادري وين كذا، انا التقي بهم وايد دائما يقولون ما ارتحينا مثل ما ارتحينا مثل العراق. احنا اشتغلنا بالخليج بباكستان ما ادري وين، بس العراق يستقبلنا وبموده، لانه شوفنا يعني احنا عندنا هذا الحس الانساني الرفيع جدا، نتعاطف ويا الغريب المظلوم. احنا يمكن المجتمع يكاد العربي الوحيد اللي به مثلا اليزيديين والصابئه يمكن ما قدروا يعيشون غير مجتمع اخر، لانه طردوا من قبل يعني عهود سابقه او من قبل انظمه سابقه. فهذا الحزن حقيقه ايضا احنا ما ينبغي انه مثلا لما يقولون انتم كثير الحزن او انه اغانيكم حزينه، ما ينبغي ان يعتبر يعني سمه سلبيه، لا. ولا بنفس الوقت احنا ينبغي ان نبالغ في احزاننا، المبالغه ايضا تخرجنا يمكن عن الحد وتخرجنا عن الرساله اللي تنطوي عليها هاي المشاعر الحزينه، لانه احيانا تكون المبالغه في محلها. واحنا حتى مرات في افراحنا مرات تشوفها فد شائبه حزن، ولما ينتشر الحزن من الاشياء السلبيه اللي يولدها، حتى احنا مو بس نذكر الاشياء مثلا السمات الجميله لهذا الحزن العراقي الجميل، انه تخلينا احيانا في حاله قلق ونخاف من الفرح. يعني احنا حتى في امثالنا او حتى مرات بجلساتنا العائليه اذا صارت ضحكه حلوه وكذا، يمكن الواحد المريا او رجع يقول اللهم اجعلها ضحكه خير، يعني خايفين شنو وراها يعني صار عندنا كانما استثناء هو الفرح. مثل ما يقول الشاعر بهذه الاغنيه المشهوره، خطار عندنا الفرح، يعني خطار لفتره محدوده. هذا طبعا ايضا شيء يعني مو صحيح، يعني يجب انه نعود انفسنا، لانه نعم احنا نحزن حيثما ينبغي ان يكون الحزن، ونعبر عن مشاعرنا. الحزن ايضا دليل على الوفاء، لكن ما ينبغي ان يمنعنا من ممارسه حياتنا. انا اعرف كثير من القريبات وغير القريبات، خصوصا عند النساء، يعني يتوفى زوجها تبقى 10 سنين او ما تتزوج نهائيا بعد، حتى لو كانت هي جزء بعدها ما عندها ابناء مثلا. فالمجتمع يكرمها يقول هاي ايش قد. صحيح وفاء مطلوب، الوفاء قيمه نبيله يعني، وهو الحزن تعبير عن وفاء، لكن لا ينبغي ان يعني يخرج عن الحد يعني يمنعنا عن ممارسه حياتنا الطبيعيه. نعم الوفاء حقيقه حاله يعني قيمه نبيله، ولهذا احنا نشوف احنا مجتمعنا يمكن هذا الحزن ايضا بشكل او باخر مخلينا متماسكين جدا، يعني لانه هو الحزن اصلا هو نتاج صله مع الاخر، وبنفس الوقت هو تعبير عن عمق الصله مع الاخر. احنا كليتنا يمكن اذا احد اصدقائنا معارفنا يدعونا الى عرس، يمكن اذا مشغولين نعتذر، يعني عندنا مساله ما بها احراج، بس بالفاتحه صعب نعتذر، لانه الحزن له قيمه نبيله، يعني المواساه وتعبير عن التضامن والوقوف مع الانسان في حاله حزن، هاي مساله لها قيمه كبيره عندنا، وهذا شيء ايجابي يعني في مجتمعنا، دليل على قوه التضامن الاجتماعي، دليل على انه الشخصيه العراقيه عندها نبل تقف مع الانسان في وقت مصيبته، في وقت محنته. هسه بوقت فرحه وما قدر يشارك يعتذر، يحكي بالتليفون، يدز رساله، بس بالحزن لا، بالمرض كذلك، بالحالات المؤلمه لا. العراقي معروف انه بوفائه وبتضامنه. ولهذا انا الفت نظركم الان لما بدات هاي تنتشر وسائل التواصل الاجتماعي، واصبحت ملتقيات كلها بالفضاء الافتراضي، مو مثل ما هسه احنا قاعدين ونتكلم وجها لوجه ونتفاعل مع بعض، حتى داخل اسرنا نشوف بدات حتى هذه المظاهر التعبير عن التضامن والحالات الحزينه بدات ايضا مو مثل السابق، لانه بدات تظهر عندنا الفردانيه عند الانسان، بدا يفكر بنفسه اكثر ما يفكر بغيره. ولهذا احنا شفنا هاي المراه الدنماركيه ونظرائها ما عندهم هذا الاهتمام الكبير بالفقد وفراق الصديق او فراق احد، هي اصلا العلاقات
مو علاقات قوية. كل إنسان يفكر بذاته وبملذاته وكيف يعيش حياته. فهاي الفردانية تقلل روح الجماعة، وبالتالي هو إحساسه بالحزن وإحساسه إحساسه بمعاناة الآخرين تضعف. قبل أن أختم هذا الموضوع وأنتقل إلى فقرة أخيرة على كيف الإنسان يتخلص من المشاعر الحزينة اللي تكون سلبية، أنا سألت قبل كم يوم، كان عندي اتصال مع صديق من نابلس من فلسطين، اتصل بي على الماسنجر، كنت أسأله عن أحوالهم وكذا، تحدث لي عن طبعا أوضاع احنا جاي نشوفها بالتلفزيون، أوضاع غزة والأوضاع الفلسطينية بصورة عامة. فحكى لي على نماذج حقيقة أيضا على الحزن عند الفلسطينيين. فقال لي عمه، يعني قال أنا عمي فقد 3 أبناء، هاي يعني أحداث مجازر غزة، وعنده 3 بالسجون، سجون الاحتلال، يعني هو 6 الآن مهم. يقول شوف رباطة جأشة من هذول انقتلوا. فأنا سألته قلت له يعني شنو تفسيرك لهذا الموضوع؟ قال احنا كلنا الفلسطينيين بصورة عامة ينقتلون عدة 2 3 وكذا، ما ندخل حزننا يعني بصورة كلش متأثرة. اكو احساس، يعني احساس عام ضمن الثقافة السائدة انه ما دام احنا نعيش في ظل احتلال وواجه عدو، ما ينبغي ان نظهر الحزن، يعتبروه اظهار البكاء واسمه كانما انكسار امام عدو. فالوضع السياسي ايضا، الوضع الخاص به، شوف اثر حتى على مشاعر الحزن، بحيث هذا الاب يعني حتى لو يضغط على نفسه لازم يبدو متماسك امام المجتمع وامام، شوف الثقافه الاجتماعيه زين، يعني اما تسمح بتفجير هذا الحزن بان يتمثل باشكال متعدده، او ان لا تتيح له هذه الفرصه. وبالتالي نخلص الى نتيجه على انه انا طبعا اتحدث بلغه يعني من منظور انثروبولوجي وسوسيولوجي، وليس من منظور علم النفس والكآبه والافرازات الدوبامين وغيرها وهاي الاشياء، هذا من اختصاص علم النفس يتعلق بحالات الكآبه او الامراض النفسيه. انا نتحدث عن الحزن كظاهره مجتمعيه. اما احنا كيف قد الانسان يسال، احنا طبعا معظمنا حزانه وعايشين حالات حزن لفراق حبيب، لفراق ابن، لفراق عزيز ما بصوره عامه، يعني عاده هو الفراق المؤلم او فضلا عن اوضاع صعبه الواحد يعيشها، اوضاع اقتصاديه او غيرها. اكو قرأت عند احد العلماء يعني نصائح قصيره، يعني يعتقد هذه انه هي تخلي الانسان يقدر يتغلب على احزانه، او ما يخليها هي تسيطر عليه، واحيانا شف تفكيره، لانه احنا قلنا احيانا المبالغه بالحزن او الاستغراق في الحزن راح ينتج حاله من حالات الانسان يقوم يلوم نفسه باستمرار، ويتندم دائما على الاشياء اللي صارت بالماضي، وهذا يخلي الانسان غير حيوي. والعراقيين يمكن بين المجتمعات العربيه عندهم هاي الحاله، يعني لوم الذات كلش يعني متضخم عندهم. يعني دائما المرأة والرجل يعض بأصابعه، كل من عندي اني صوتي، اني لو ادري ما هيك سويت، لو ادري ما، هاي كثرة اللوم هم تخلي الانسان في حالة حزن دائمة، وهم يعني ما تخلي انه يكون ايجابي ويتفتح ويستقبل يومه. المفروض هو من يفتح باب الحوش ويطلع من البيت، المفروض يخلي احزانه وراء الباب ويبدي يومه جديد. طبعا مو كل انسان، اكو ناس عندهم طبعا احنا عودا على بدء عودا على الايمان، احنا قلنا في المراسم الحسينيه موضوع مختلف الى رمزيتها الخاصه، لكن انه في فقد الانسان موت، يعني عند الموت ما ينبغي انه احنا يعني ايضا ينبغي ان نؤمن بالقضاء والقدر، ينبغي الانسان الرضا حاله مهمه، يعني الرضا هي يعني انا اعتبرها هي كلمه مفردة من كم كلمه، رضا 3 كلمات، هي هاي انا اعتبرها سر سعاده الانسان. حتى الانسان يعيش سعيد ينبغي ان يكون راضيا، راضي عن حياته، راضي عن حياته الزوجيه، عن حياته الاجتماعيه، عن عمله، عن كذا.
ودائما يكون هو يعني لا ما يستغرق في الماضي وليش هاي صارت وهاي، او يخلي عباره الله ويقولون مراحل فلان طريق يمكن كان هاي افضل وكذا. هاي كثره التردد والحيره والكذا تخلق يعني حاله من القلق وتخلي الانسان في حاله حزينه. فالرضا انا اعتبره حاله يعني جدا عظيمه وايجابيه جدا، وشايفه بحياتي كثيرين. يعني انا اشوف ناس في غايه الثراء بس اشوفهم يشكون مرات، وطبعا حتى هاي الشكوى هم في الظاهره الاجتماعيه يعني يمكن لانه احنا يعني تربيتنا الاجتماعيه وثقافتنا نعود الجزء من حتى ابنائنا انه انت لا تقول اني كذا، او لا تقول انا غني، او لا تقول او الشيء الاشياء الايجابيه اللي عندك. طبعا هاي ايضا من السلبيات. فالتاكيد على الرضا، وينبغي ايضا انه ان ما نهتم كثيرا يعني حتى الانسان يتخلص من الاحزان المقيمه. يعني اذا كان يحس هو نفسه متالم لاي سبب كان، يعني خصوصا اذا كان هذا الحزن ناتج عن صله مع الاخرين، اقرباء زعلانين عليه مثلا، صديق زعلان عليه، زوجته زعلانه عليه، او صاير طلاق بيناتهم، حبيب مع حبيبه مفترقين، صديق مع صديق ايا كان، اب مع ابنه افترقوا عنه او زعلوا، اسباب كثيره يعني. لا ينبغي ان نتوقع من الاخرين اكثر مما يعطونا يعني. وهذا ايضا يدخل في حاله الرضا. انسان مثلا وصل النتيجه مثلا زوج مع زوجه مع زوجها، لانه يعني ينفصلوا مثلا، خلاص بعد يتقبل حياته ويبدا حياه جديده، لا يبقى بعد يستغرق بالماضي. او انسان انت صديق مثلا في مناسبه ما زارك او صار زعل بيناتكم، لأن لا ينبغي ان نستغرق ونهتم كثيرا بان نرضي الاخرين، لانه هي مهمه صعبه وقد تجدد احزاننا. النقطه الثانيه انه ان نتوقف ان نستغرق في الماضي او نعيش في الماضي. احنا عندنا يعني في مجتمعنا العراقي الحنين في الظاهر كلش متضخم عندنا. يعني عندنا حنين مع المشاعر جياشه من الحنين، الماضينا، طفولتنا، للصبا، للمنطقه اللي كنا بها. ويمكن هسه احنا شوي احسن قياسا بالجيل السابق. يعني انا اتذكر بالسبعينات كان كثير من الشباب العراقيين يروحون يدرسون باوروبا ويرجعون ورا فتره يقولون ما نقدر على الفرقه يعني وعلى الغربه. اعرف اصدقاء يعني شخصيا راحوا وبقوا شهر شهرين ورجعوا. طبعا قبل ما تصير حرب القادسيه او غيرها قالوا صعب يعني الحنين، يعني الحنين وياما اغاني عندنا على الحنين واشعار عن الحنين. فهذا الحنين الافراط فيه والعيش في الماضي وتذكر الماضي وتذكر الاطلال وغيرها طبعا يخلي الانسان في حاله حزن، وبعدين يجوز يخليه ينسى الحاضر. الحاضر يجوز يعني بهجه، المستقبل يجوز يتامل المفروض قد ياتي به افضل. فلا الانسان ما ينبغي ان يستغرق كثيرا بالماضي او يتذكر وما عنده حاجه لان يتذكر الاشياء المؤلمه خصوصا. يعني ليش يتذكرها بعد؟ مواقف مؤلمه، مواقف حزينه، يحاول يعود نفسه على نسيانها. واحيانا كما تقول الاغنيه احيانا يكون الانسان فعلا نعمه، لانه على الاقل ينسي الانسان الصدمات او المواقف المؤلمه. ايضا التفكير المفرط، انه الانسان احيانا يبالغ في تقدير فد مساله محدده، مثلا مشكله صارت عنده بالدائره، مشكله عنده مع المدير، مشكله مع جار، مع قريب، اذا بقى هاي المشكله وهاي القضيه يفكر بها باستمرار ويحللها، وهذا شنو قصده من هالحكايه وليش قالها، وفلان ليش قالتها، او النساء فيما بينهم هاي ايش تقصد؟ ليش هيك سمعتني الحكايه؟ لا هي تقصد غير شكل. ايضا الافراط بهذه المساله، هذا النمط من التفكير يقلق الانسان ويخليه بحاله هم وغم يعني. فشل بهالشغله هذه، فما ينبغي ان خليه يحسن الظن بالاخرين. هذا بعد قالها واسمه ما يحملها غير معاني، لا هو يقصد غير شيء، هو يجوز سمعني الحكايه اللي بيها فد قصد، او هذا المدير هالشكل
وهكذا أي قضية يعني الإفراط فيها، تفكير بها وكثرة التحليل بها أيضا يرهق الإنسان ويخليه ما مرتاح بالمحصلة ويكون حزين بالمحصلة. النقطة الأخرى أيضا ما يتعلق بسعي الإنسان أو تفكير الكثير بالمستقبل، يعني ما ينبغي أن أيضا يكون هنالك إفراط بحيث يفكر بعد 10 سنين شو راح يسمع، أولادي شو راح يعيشون، شلون كذا. هذه أيضا ترهقه يعني ماكو حاجة النظرة كلش بعيدة، يعني احنا ايش بعدين الغيب علمه عند الله. خلي يكون توقع بالعكس دائما إيجابي، يعني قد يكون إن شاء الله غدي أفضل من يومي، كمان يومي أفضل من راح يكون أفضل من أمسي. هاي الإنسان دائما يفكر بها. أكو أشياء يقوم بها الإنسان، دعاء بسيط يردد مع نفسه، ورد كما يقول ورد يعني ذكر دائما، يقول الحمد لله. هاي كلمة يعني بسيطة، أول ما يبدأ صباحا، أول ما يحرك السيارة يقول الحمد لله. هذا اليوم يوم جديد إن شاء الله يكون يوم خير، يوم خير، يوم بشرى، يعني يخلي هاي اللي يفهم نفسه. يعني أحسن ما يعيش في يجوز أشياء هي وهمية، يعني يتوهم أشياء أو يفكر كثير بالمستقبل أو يهم لما سيأتي أو يهم للأبناء كثيرا. وإحنا يمكن معظم الإخوان الجالسين إحنا أعمارنا متقاربة، خاصة الإنسان بعد 50 بعد 60 ينبغي أن يهتم من نفسه، يعني لأنه هو أدى رسالته بالحياة، أبناء كبرهم، بجوز عنده أحفاد من اهتم بتربيتهم، عمل أدى على خير ما يرام، سواء في دائرة في عمل قطاع خاص. فخلاص خلي يعني هو ايش قد باقي له بالحياة، خلي يعيش حياته، يسافر، يروح سياحة، يستمع الموسيقى اللي يحبها، يلتقي بالناس اللي يحبهم، يحضر هيك منتديات حلوة، يتناقش كذا. يعني هذه الأشياء تمنح الإنسان أيضا شكل من أشكال السرور والبهجة، حتى عشان ما يبقى دائما مستغرق، ما يبقى يسمع أغاني حزينة ها؟ في هذه الدوامة. النقطة الأخرى أيضا أنه لا ينبغي الإنسان إذا صار تغيير فرض عليه بحياته فينبغي يتقبله، تغيير في عمله، في إقامته، في أي شيء. يعني التأقلم، التكيف مع الظروف أيضا هاي مسألة إيجابية تقلل يعني من حزن الإنسان أو من ألم الذاتي، يمرن نفسه على التكيف. النقطة الأخيرة أنه لا ينبغي للإنسان دائما أن يقارن نفسه مع الآخرين، إن كان فقير، إن كان غني، إن كان مرتاح، سعيد، حزين. المقارنة مع الآخرين تجلب الهم والغم، وإذا راد يفكر بغيره بالعكس خليه يفكر بالناس اللي هم حالاتهم أصعب من حالته. يعني جلال الدين الرومي عنده مقولة جميلة، يقول كنت أحسد من يرتدي الحذاء أكرمكم الله. انقطع الصوت. فهذه المقولة الجلال الدين هو طبعا ما يحسد، ورجل كان مؤمن بس هو بيها فد حكمة هذا. يقول كنت أحسد من لديه حذاء تكرمون حتى رأيت مقطوع القدمين. بعدين شاف واحد أصلا أقدام ما عنده، مو بس حذاء ما عنده، يعني مو حافي. فهاي معناها انه الانسان لا يقارن نفسه بعد هذا ليش صار وهذا ليش كذا، انا مو مثله، انا مو عندي نفس الشهاده، انا مو كذا. هذه كثره المقارنات ينبغي انه ما يجريها الانسان، دائما ينظر انه وخلي يروح حتى المريض. وانا مجربها شخصيا وكليتنا مجربيها، ندخل المستشفى عنده فد مرض ما نشوف فد حالات صعبه، يعني بينه وبين نفسه يقول الحمد لله شنو انا بنعيم وما ادري، لأنه أشوف حالات يعني في غاية الصعوبة. فينبغي الإنسان أنه يتقبل قدره ويكون عنده حالة رضا. من ضمن الأشياء أنا أختم بها، يعني أنا شفت برا مقابلة موجودة على اليوتيوب إذا واحد يشوفها مع الملاكم المرحوم محمد علي كلاي.
فهذا المذيع كان يسأله وهيك ترجمة للأسماء، أراد يستفز محمد العكلاي لأنه مسلم هو، فكان يسأله أسئلة على الدين وعلى إيمانه وأنه ليش صار مسلم. بعدين قال له أنت، طبعا هو أصيب في آخر عمره بمرض الرعاش، إيده ترجف يعني. فهذا قال له، سأله هذا يعني المحاور، ما قال له أنت ما تشوف أنه هاي إيدك صارت ترجف لأنه أنت كنت يعني هذول جوا فريزر وغيرك كنت تضربهم بالضربة القاضية، شوف ايش صار بيك هسه، يعني أنت هذا ما يحزنك هذا الأمر؟ فهو ضحك ابتسم محمد العكلاي، قال له لا بالعكس، قال له ها؟ لا هو بصورة غير مباشرة، كان احنا شلون نقول بالعامية مالتنا الله شاور بيك مثلا، يعني شلون يعني معناها انت كنت بايدك هي مركز قوتك، الان هي بذاتها صارت سبب معاناتك يعني. ها؟ اي احسنت، اي يعني هو بهالمعنى راد يوصل هي. بالعكس هو قال له انا معنى الجواب اذا تجدون، قال له اصلا انا لا احزن ولا اهتم بانه كل ما ياتي من الله عندي جميل، حتى هاي الرعشه اللي في ايدي. قال له حتى هاي اكو حكمه، قال انا ما اعرف شنو، اكو حكمه، اكو شيء ايجابي بيها. قال له يعني شوف هذا الانسان ايش قد عنده ايمان قوي، وكان صادق فيما يقول هو، يعني انا قارئ عن حياته كثيرا، واقع عن هذا الرجل عظيم، يعني مو فقط في الملاكمه، كان في ايمان ايضا، انسان مؤمن بمعنى الكلمه كان. فكان يقول يعني ما متاذي انه صار عنده رعشه، صار عنده شلل، يقول لك انا ارضى بما قدره الله لي، قد يكون هذا خير لي وانا لا اعلم. وفي الدعاء المشهور انه اللي تاخر عني قد يكون هو خير لي لعلم الله بعاقبه الامور. وكثير ما احنا مرات نمر بفد موقف هو يكون يعني حزين، بس بعدين يتضح لنا انه هذا كان بفد يعني ما بعد خير انه يعني. اختم بهاي انا شيء شخصي يعني مريت به. انا فاتتني سنه بالجامعه، يعني سنه واحده، وكنت متألم ويعني صرت حزين بصوره. اقربائي بالبيت يا بأس، قلت له ماني قضيت حياتي كلها اول ومتفوقين، وانا حقيقه مو لسبت، بس اضطريت اترك سنه، يعني اضطريت يعني سنه اشبه بالتاجيل، يعني ما كملتها سنه. شلون راحت عندي هاي السنه؟ بعد 4 سنين، طبعا هي كانت هاي بسنوات الحرب العراقيه الايرانيه، اتضح لي انه هاي السنه كانت فعلا سنه خير الي، سنه خير، لانه يعني الوجبه اللي تخرجوا اللي دفعتي طبعا رحمه الله عليهم، هسه ما اقول كلهم طبعا، بس يعني الى يومنا هذا ما شفت واحد من يعني على الاقل من رجعت من العراقيه ورسول هذا بالقادسيه وبالكذا كلهم راحوا. فانا مو قصدي انه الله الحياه والموت بيد رب العالمين، بس قصدي فادني هذا الشيء اللي انا بقيت متالم وحزين، والاصدقاء واسولي يا بس سنه راحت عليك هسه مو فد قضيه وكذا. فاحيانا واحد الانسان يتالم من فد امر وهو ما يدري قد يكون هذا يعني الله يعني في خير له من حيث لا يشعر، يعني لا ينبغي. عسى ان تكرهوا شيئا ويغفر لكم احسن. هذه خاتمه جميله، واترك اذا عندكم اسئله او اضافه او مداخله، لانه احنا بدنا نسوي يعني ندوه تفاعليه. شكرا امتناني مره اخرى لحضوركم الكريم. شكرا. في النقطه الاخيره التي تحدث عنها الأستاذ طالب الأحمد، أقول إن كنت مكتئبا لعز قد مضى هيهات يرجعه إليك تندم. أحسنت، جميل. والنقطة الثانية عند الدين الرومي: من شاء عيشا هنيئا يستفيد به في دينه ثم في دنياه إقبالا، فلينظرن إلى من فوقه أدبا ولينظرن إلى من دونه مالا. أحسنت، جميل. الآن تبدأ المداخلات. الأستاذ راسم الحديثي. دائما أول واحد. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذ طالب الأحمد، بارك الله فيك. محاضرة قيمة ومفيدة جدا. لدي بعض النقاط.
أولا النكتة حقيقة في الأحزان هي تعد تنفيس للآلام الداخلية الموجودة داخل الشعوب. ومثال في مصر في نكسة 5 حزيران النكتة الآتية: جمال عبد الناصر يتصل هاتفيا بالملك حسين يقول له: يا حضرة الملك. قال له: نعم. قال له: إحنا في سينا. ملك حسين رد له قال له: وإحنا العفو خرينا. هو يقصد إحنا في سيناء. ولكن هذه عملية تنفيس استخدمها الشعب المصري آنذاك لما حصل لهم في هذه النكسة الكبيرة، وكذلك استخدموا هذه النكتة. كذلك العراقي في الحصار الاقتصادي اللي مر علينا الكارثي، من النكات للذكرى هي كثيرة جدا، أن جاء أوكيوس، تدرون أوكيوس كل سنة يجي ويبشرنا، بس من يطلع الكويت يقول اقطعوا نفسكم. المهم صار رصاص ببغداد هواية، فعزة الدوري قاعد يم صدام حسين، سأله قال لي: سيدي أشوف بغداد انملت رصاص؟ قال له: تمدد. فعزة تمدد. قال له: سيد مو أنت، الحصار تمدد. هذه هم تعبير عن حجم المأساة وحجم الدكتاتورية. فالنكتة هي تنفيس لآلام كثيرة في معظمها طبعا ومفيدة فعلا. 2 في الأحزان بالعراق حقيقة وبأي مكان هي موروث ينتقل من جيل إلى جيل وبسبب تراكمات عتيقة. ففعلا كما قال في مناطقنا الحزن في الموت ضعيف جدا في المناسبات. يعني الفاتحة بالنسبة لنا نكتة، نكات وضحك ممنوع، غير النكتة والضحك. ولكن النساء موروث آخر، لازم تصرخ، لازم تلطم، صح لو لا؟ وإلا راح يزعلون عليها إذا فاتت وهي ما صارخة. مثال آخر اللي قالوا زوجة المتوفى عندنا ما تقابل الرجل، أي رجل لمدة 6 أشهر، هذا موروث لو مو موروث؟ هل أكو بيها آية قرآنية؟ ماكو بيها آية قرآنية، بس خلص موروث. أي المرأة زوجة المتوفى 6 أشهر هي لا تحاكي أحدا غير أبنائها وأخوها فقط. هذا موروث اجتماعي لا دليل عليه. بينما الرجل خلال هال6 أشهر هو متزوج ورايح ونفس الموضوع، هذا موروث. فللموروث أثر كبير. ذكر الأستاذ طالب موضوع الحسينيات، هي موروث، هي مو دالة على وجود حزن بهذه المناسبة على الإطلاق، ولكن كذلك هي موروث اجتماعي منقول عبر التاريخ، أنه في حالة إذا ما تبكي ما تلطم راح تخسر بعض الحسنات، ويأجج هذا رجل الدين المستفاد من هذه المناسبة وتدخل معها السياسة، صح لو لا؟ موروث ديني. أما الحقيقة ورا ما يطلع من هذه القاعة وهذه القراءات الحزينة، لا، هو يروح ينصب البيك ويشرب ويغني، ينتهي الموضوع. المناسبة هذه في مكانها، وإحنا عشنا معهم، عشنا بالثورة وشاركنا بهذه المناسبات ونعرف هذه الطبيعة. فللموروث أثر كبير في هذا الموضوع وللمرأة. الشيء الآخر أستاذ والنقطة الأخيرة، حقيقة ليس من السهل أن تدعو الحضور أو أي واحد حتى المدرس أن يخفف من موروثه أو من ألمه. مثال، طبيب اختصاص ودكتور لقى محاضرة في حديثة، وأنا كنت أحد الحضور دائما المزعج، لأن دائما أطرح أفكار مخالفة للحضور أو غير مقبولة أحيانا. هذا الدكتور ينتمي للإخوان المسلمين فأفكاره دينية خلاص،
فبدأ يتحدث كما تحدث الأستاذ بعض الشيء، أنه واحد يدعو من الله الصبر ويشد حيله أمام الصعوبات، أمام الفقر، أمام الجوع، أمام المرض. كانت هذه المحاضرة، فشلت إيدي حتى بالحضور، قلت له دكتور، قلت له أنت طبيب نعم وعندك عيادة وزوجتك طبيبة بيتية بسوق حديثة وعندها عيادة، ويوميا بالليل تشيل علاقة فلوس وتروح على بيتكم، وتريد جيرانكم اللي ما يدخل بيتهم ولا فلس يصير عنده صبر. قلت له لو أنا بمكان أكفر يوميا. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. جاوب أستاذ. ملاحظات جميلة مفيدة تطرق لها الأستاذ، وهو تقريبا أيضا تأكيد على أنه قضية حالة الرضا طبعا والإيمان لها يعني دور مهم بالإنسان بقدر ما يكون قنوع، والقناعة بعد هي كنز لا يفنى، يعني هي كفيلة بأنه. إشارة أيضا قضية حزن النساء، احنا هذا ايضا هو يعني جزء من ثقافتنا الاجتماعيه. المجتمع يعطي يعني قيمه لهذا الحزن. يعني هي المراه لما يعني صحيح يعني زوجها خلينا نقول كانت فعلا تحبه ووفيه له، بس هي لما تحزن بهالطريقه الصارخه او تستمر امام المجتمع يعني يرد لها هذه يعني التحيه باحسن منها، يعتبرها يعني تنذكر بخير وهذه كذا وبقت وما شاء الله وحافظت وكل شيء همها اولادها وكذا يعني. بس لو تزوجت مثلا ولد سنه هو موضوع شرعي، يعني مرأة توفي زوجته تزوجت مره اخرى، هاي ما صار يعني ينتقدها المجتمع، وكذلك حتى للمطلقه يعني. هذا هذا الانتقاد غير جهل المجتمع. احنا ما اختي احنا ما نقيم نقول جهل، بس يقول هو هاي ثقافه المجتمع، هذه نتاج بعد نتاج اجيال واجيال. هي ثقافه كيف تتشكل يعني هذا ثقافتنا هذه، يعني هذه انا مو قصدي يعني ابررها واقول انه يجب ان تلتزم بها، بس هذه مهمتش ومهمه الاخرين والاعلام والكتاب انه يثقفون انه الناس على انه هذا الشيء اصلا. حتى احنا مجتمع مسلم، يعني احنا مجتمع مسلم ينبغي انه الشريعه وثوابتها هي اللي تكون هي المعيار، هي اللي تحكم لها. يعني امراه مطلقه من حقها تتزوج مره ثانيه، لها حقوقها، لها حق تعيش حياتها يعني. كذلك بالنسبه للرجل ماكو حاجه للتمييز ضد يعني ضد المراه، يعني تكفر اذا تزوجت مثلا بعد فتره. في امور كثيره اكو تمييز ضد المراه هو سبب ثقافه المجتمع، مو يعني الدين قايل به، اصلا ماكو شيء بالدين بتمييز ضد المرأة. يعني عادة كل الأمور للرجل والمرأة تجي التعاليم الشرعية، فهذا ثقافة المجتمع وتغييرها. طبعا التغيير ما يتم يعني، بس احنا نسعى يعني على الأقل المثقف يعني الناس الواصل مرحبا. الشاعرة بسمة الطيار. مساء النور. ندوة شيقة جدا، ممنونين عليها. البعض يقول ربما بالجينات احنا، لأن حضارتنا حضارة طينية والرحيل مستمر دائما وراء الكلى وراء الماء وراء يعني. مع ذلك هسه شويه يعني تقريبا مثل ما تفضلت اكثر صاروا عندنا نوع من الجلده والقساوه اللي دا يهاجر يستمر ويقاوم سابقا الحنين. بس مع ذلك مجتمعنا قاسي، تتغلب عليه القبليه كثير امور. اتطرقت حضرتك للحزن، امراه بالدنمارك هذه حدثت، هو طبعا نسبة الحزن متفاوتة. بالسويد ابني جاره عنده جار امرأة كبيرة ورجل كبير توفاه الله، ما أسهبوا علاقته وياهم، لكن الزوجة ما فاتت أسبوع أو 10 أيام توفت وراه حزنا عليه. هذا شيء متفاوت بالنسبة للحزن. ومسألة أخرى ذكرتها على الزواج، على الحزن المرأة. طبعا احنا تلام وتسمع كلام يعني غير مرضي، انه غير وفيه وغير، مع ما احنا عندنا ديننا مع يعني جدا جدا دين مسامح، دين ما عندنا علاقه بالدين. احنا المجتمع القبلي والاعراب، ما لا احنا كاعراب نتغلب، لان عندنا التاريخ يذكر لنا اسماء بنت عميس الصحابيه تزوجت جعفر الطيار،
توفى استشهد اعتقد مؤتة، تزوجت الإمام علي. بعد الإمام علي العفو أخذت أبو بكر، خليفة أبو بكر توفاه الله، تزوجت الإمام علي، فسميت زوجة الخليفتين والأخوين. إذن يعني هو المجتمع كان آنذاك، هذه يعني أقولها، يعني أنا عندي استنتاج، هذه كتصير مثل أسوة، لكن من طبقها حاليا خصوصا بالعراق متغلبة الطبائع والأعراق مالتنا، الملامة، مجتمعنا، أنا أقول لك مجتمعنا قاسي. فلذلك إحنا نقول الحزن مالنا هو مثل ما تفضل أحد الأخوة هو تنفيس، صحيح. يعني ربما إذا المرأة أنا قلت حزننا، هذا مقول، نعم، حزننا حزن معدان، لا ناكل ولا نشرب. أي فعلا يعني لكن هو إحنا ما ننكر الدموع والبكاء حالة إنسانية راحة، طبعا نوع من الراحة. لذلك من نسمع أغنية حزينة أنا أتحدى أي واحد ما يقول أطرب وياها، كلنا نطرب مع الأغنية الحزينة أو الأغاني القديمة اللي ترجعنا سابقا. شوف يعني الحنين للماضي ما يزال، لكن إحنا نعول مثل ما تفضلت الأجيال الحاليا اللي هي أصغر من عندنا والأجيال القادمة إن شاء الله يصير عندهم نوع من الجلدة شوية والقساوة، ويتحملون الغربة ويحاولون ينسلخون عن هذه العادات. هي إحنا نشوفها حلوة بصراحة، إحنا عايشيها نشوفها حلوة. بعد ليش تنتقديها؟ لا انت لا أنا ما انتقدها، لا بس هي لا هي أذية، هي ألم، هي وجع، هي الحنين مو قليل، لكن نقول ما نتمناه لأولادنا إنه شوية أكثر يصيرون يقاومون الزمن وقت، لأن وقتهم أصعب من وقتنا. وأرجو الاعتذار عن الإطالة وشكرا جزيلا. شكرا على التعقيب. احنا يعني قلت الثقافة، احنا نعلم ابنائنا يعني من هو صغير، نفهمه للابن الصغير، نقول له امشي ورا اللي يبكيك لا تمشي ورا اللي يضحكك. فالبكاء والحزن نستعذبه، يعني فشيء جميل. يعني مسلسل حزين الناس كلها تتابعه، مسلسل كوميدي تابعوه، بس مو مثل ذاك الحزن. الاغنيه الحزينه كذلك، القصيده الحزينه. الحزن في عمق إنساني. يعني أنا تعقيبا بقدر ما أكو قسوة نعم في المجتمع، لكن هنالك حزن. الحزن يخلي الحس مرهف، يخلي الضمير حي. نعذر الأستاذ الدكتور داود الأنباري في عدم الوقوف والمجيء لهذا المكان، ونسمح له بالتحدث وهو في مكانه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا للقيمين على هذا المجلس الثقافي الموقر، شكرا للسيد المقدم، شكرا للأستاذ طالب على كل ما تفضل به. يعني نقل لنا صور عديدة، ثقافات عديدة، وختمها وهو يعني الشيء الحسن، ختمها بتوصيات، بنصائح، ونصائح يعني علمية موضوعية. أريد أن أقول أن الحزن نوعان: نوع حزن نبيل، حزن شفيف شفاف، وحزن ثقيل. اكو واحد عنده آلام كثيرة، أحزان كثيرة، مصائب، بس ما يشعرك بها، ما تحس بيها يعني. واكو واحد آخر حزن أقل لكن يعكس على الآخرين، يشعر الآخرين بالاكتئاب، بالهم، بينما الآخر عنده أحزان أكثر لكنه ما يحسس الآخر، يعني يضمر في نفسه، في قلبه. هذه وحدة. وتطرق الأستاذ طالب إلى قضية الحزن الحسيني. يعني حقيقة أنا من مدينة دينية، منذ الطفولة أنا أطلع من البيت وأسمع المراثي الحسينية، هاي المسجلات والآخري، وهاي كنت أشعر بشيء، يعني أشعر قشعريرة، أشعر هذا الحزن مالتي
أنا أستطيل شعور حقيقي في أعماقي أنه أنا الآن يعني رأسي يتجاوز الغيم، لأن الموقف كبير. الموقف اللي قام به الإمام الحسين موقف عظيم، يعني احنا مو نتكلم ناحية دينية فقط، لا دع الناحية الدينية على جهة، على جانب، لكن هذا التحدي، هذا الإصرار، هذه المواجهة، يعني أنت أنت الآن أمام ملحمة. حقيقة أنا كنت أشعر بهذا، يعني مو أمدح بنفسي، بس أشعر بهذا وأنا طفل، أنا صبي، أنه القضية كبيرة. ولذلك أقول أنا كنت أشعر أنه هذا ما كان أكو حزن ثقيل، لا، حزن شفاف، حزن نبيل. نقطة أخرى، الحقيقة أستاذ طالب كأنما يتحدث عني. كيف؟ أنا ما أريد أضرب مثال بنفسي لكن القضية وين؟ قضية الرضا والقناعة بقضاء الله وقدره. احنا شايفين ناس كبار عظماء يفقد ابنه. اكو رواية تقول اكو واحد من رجال الدين الكبار جانب، هو كان في محاضرة دينية، هو أستاذ بالحوزة، جانب مقتل ابنه. يقولون قال إنا لله وإنا إليه راجعون، واستأنف المحاضرة، ما قام من مكانه إلا بعد أن أنهى المحاضرة. القضية اللي تخصني وين؟ أنا أشعر أنه هذا الرضا والقناعة بقضاء الله وقدره بالنسبة لي أعطتني قوة، منحتني قوة، لأن منحتني التوازن النفسي. لأن الإنسان لما يشعر أنه هو مظلوم مهضوم يعاني وما يصير عنده توازن نفسي، يفقد التوازن النفسي لكن لما يشعر أنه في رضا، في قناعة، لا، يعيش حياة يعني سعيدة. أنا ما أدري الأخوان يمكن والأخوات ما يعرفون أني وضعي شنو وليش هذا الكلام بس القريبين من عندي اللي أصدقائي وهاي ملاحظين هذا علي ودائما يشوفوني أنا في حالة فرح، في حالة تدفق، في حيوية، في تفاعل مع المجتمع. لا أريد أن أطيل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ. ذكر الأستاذ عن القرآن، ذكر الأستاذ عن القرآن، أكو نص بالقرآن يقول من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. هذا حث على البكاء من القرآن الكريم، هذا نص. بعدين الحزن عندنا تاريخيا احنا عندنا نص مال اوتونابشتم وانكيدو البابلية. هذا من مات صديقه، انكيدو مات، ما ادري اوتونابشتم ناسي، بقى يبكي عليه انكيدو مات وهو حزن عليه بالضبط. تاريخيا احنا عندنا الحزن بالعراق تاريخيا بالضبط. السومريين كانوا بعد معروفين. بعدين الرسول ألف الصلاة والسلام عليه وسلم بكى على الابنة من توفى. صحيح. تمام. الفريقين يذكروها هذا الحكي. صحيح. وبكى على الحسين هو بحضنه، وهي مظلومية الحسين، الظلم ليش انقتل الحسين؟ شنو السبب؟ ماكو أي سبب تمام. صحيح. فهاي المسألة احنا قلنا احيانا يكون البكاء والحزن هو شكل من اشكال الاحتجاج بس هو القرآن ذكر انه من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، حتى افهموا الحديث وابكوا على نفسكم. هذا نص قرآني هذا. تمام. شكرا جزيلا. اشكرك. الأستاذ ثابت نعمان. شكرا للأستاذ طالب. الحقيقة كانت محاضرة لطيفة وتعلمنا منها أشياء وأمثلة هواية طانة، لكن تم الحديث عن الحزن من حيث الثقافة المجتمعية والجوانب الذاتية والتاريخية، ولكن لم نتحدث عن الجانب الموضوعي والمادي في خلق ظاهرة الحزن في المجتمع العراقي، حيث أن الحزن أو الفرح أو التفاؤل أو الرفاه في أي مجتمع هو إفراز
للبنى التحتيه للمجتمع، وخاصه في الجانب الاقتصادي. هذا طبعا ما تطرق له الاستاذ. فالمجتمعات اكثرها مرت بنفس الظروف اللي كانت في العراق، لكن شنو وضعت لها حلول من خلال التغييرات الماديه في المجتمع اللي صنعتها. أن عدم البحث في الجوانب الموضوعية والمادية في البناء التحتي للمجتمع لن يوفر لنا الحلول المناسبة لتخفيف هذه الظاهرة في المجتمع. فمحاضرة الأستاذ مع احترامي إلى أن يتحملني يعني حول الحزن كانت أقرب إلى محاضرة دينية، أعطت حلول طوباوية مثل الصبر أو عدم مقارنة الإنسان في وضعه مع الآخرين. وشكرا. شكرا جزيلا. شكرا للأستاذ، محاضرة جيدة. على قولة أستاذنا القبلي احنا هواية اشياء تعلمنا منها. انت يمكن هواية قضايا يعني حكيتها، قلت مثلا الواحد اذا عنده مشكلة يبدي يفكر بيها ثاني يوم، هذه يعني شلون بده يفكر بها؟ قد يجوز احيانا يفكر بها يقول لك باكر اروح وهيك يصير، قد يجوز اكو ظروف اخرى تقلب هذه الاشياء اللي عنده. ثانيا اكو اشغال الفكر بمستقبل اولاده. لو هو اكو دول اوروبيه ما تفكر هيك تفكير، عندها مستقبل الدوله ضامنه مستقبل الاولاد، يعني نفس تقريبا نفس الشيء. يعني انت لو حكيت اشياء ماديه شنو اسباب هذه اللي تحدث، يعني حتى تكون تتوضح للجمهور، يعني على قولته يعني اشياء طبائيه او اشياء يعني دينيه، احنا نبقى يعني مثلا نقول الله كريم. أنا بالنسبة لي أريد أقول لك فشي، أنا ماتت لي بنية قبل فترة يعني انصدمت بيها، وليه هسه أنا لابسة أسود. يجي المسيحي يقول لي هسه هي يم عيسى ابن مريم، هسه هي بمدري وين بالجنة. يجي المسلم صبري هسه هي بين الأنبياء مكانها أبيض. أنا إلمن أصدق، يعني معناته أنا ما مؤمنة مثل ما هم دا يؤمنون. أكو شيء إنه هاي البنية المازة راحت، أنا خسرتها، هي أثرت على حياتي. شنو اللي ما يخليني أحزن؟ جاوبني. أجاوب شيء. يعني قصدي فهو هذا، يعني معناته احنا مو كل شيء نوضعه. الله كريم والله ينطي، والله بعدين سبحانه وتعالى هو ينطي من حيث لا ندري، بس احنا نريد اشياء الانسان خلي يكون يعني يبحث عنها ويشوف سببها شنو. الجهل، الظلم، ظلم الحكومة، ظلم النظام، مو احنا عندنا بس دا احكي. انا حتى في يعني دول اشتراكية كانت ينامون رغد، اكو حضانة لاولادهم، اكو اكل لاولادهم، اكو مدارس، اكو ياخذوها. بينما مثلا هسه بنتنا بامريكا تقول ماكو هيك شيء، امريكا قلقل وضع بيها. فاحنا لازم نوضح للجمهور، لازم نوضح يعني مو للجمهور او اي محاضر، يعني الناس اللي انت تحاضرهم خلينا نكون واضحين بدون قضايا يعني مبدئيه. هذا القصد. شكرا جزيلا. اشكرك. عفوا تعقيبان لديك. تعقيب على ما تفضل عليه الاستاذ. انا حقيقه جاي اتحدث عن الحزن، قلت من منظور انثروبولوجي سوسيولوجي كثقافه. انا ما جاي اتحدث عن البؤس كفرق، يعني البؤس والوضع الاقتصادي والفقر وغيرها صحيح هذا له عوامل موضوعيه، لكن اكو مجتمعات عندها بؤس اكثر من عندنا، بس ما عندهم هذا الحزن. يعني روح كمبوديا شوف عندهم اصلا ذاك من ذاك اللي حصل له دولار باليوم بس. وهسه هذول البنغاليين شوفهم عايشين ويانا ما عندهم ذاك الحزن مثل ما احنا نحزن، يعني وفارقين بلدانهم فاقر. فمو يعني ما يعني انا ما اريد، مو موضوعي هذا، مع احترامي طبعا الشرطه هي مهمه طبعا، بس انا مو جاي اقول انه مثلا الحزن هو نتاج اوضاع اقتصاديه، اوضاع سياسيه، يعني جزء من عندها طبعا تاثر. طبعا الانسان الفقير ما راح يكون سعيد او مرتاح ومسرور مثل الانسان الغني، هاي من بديهيات الامور. لكن انا جاي احكي على رمزيه الحزن. يعني المراه اذا كانت غنيه او فقيره يعني هي تحزن، هاي مراسم الحداد والكذا طبعا تتاثر، يعني الثقافه الاجتماعيه السائده. نعم انا ما مختلف مع الاستاذ وشارته، واحنا ما راح يعني ما نقدر نتناول هكذا موضوع مثل ما تفضلت احد الاخوات قالت هو معقد او اشكاليه من كل ابعاده يعني.
طبعا الفئات او الشرائح الاجتماعيه المرفهه الغنيه محزنه. واحنا ضربنا مثل قلنا اللي بسويسرا يجون شلون يستمعون النكته وذاك شلون يلقي النكته. فطبعا نمط الحياه الاجتماعيه، نمط الحياه الاقتصاديه، كلها عوامل مؤثره في مشاعر الانسان بصوره عامه. بس انا بدي اقول انه احنا مجتمع يعظم الحزن، احيانا يعطي حتى قدسيه يعني هذا ثقافتنا. هذا لماذا بعد مبحث اخر. لا، اولا بحكم التقاليد يعني الطقوس المذهبيه. الحزن عند الشيعه الى طقوس يعني برنامج متكامل رمزيه، انساق رمزيه. اللون الاسود هيك معناه، الاحمر هيك معناه، الاخضر هذا معناه، الشمعه هاي معناها، الطبو هذا معناه، ضرب الراس بالسيف، كل شيء الى رمز الى معنى. يعني ماكو حركه هيك يعني هيك شيء. الطرف السني ما عنده المناسبه اصلا، هو ما يعتقد بها. اصل المناسبه هو ما يعتقد بها، فما موجوده عنده هاي الطقوس كذا. لكن هو هم عندنا يشترك بالفاتحه وبالمراسم العزاء لما يصير متوفي، شوف هناك مشتركات عندنا. طبعا العامل المذهبي ياثر على النسبه، ولهذا يعني يبدو الشيعي كانما اكثر يعني تالما او اكثر اسمه اي طبعا. يعني هذا بعد طبعا احنا ضربنا مثل بالمتاثرين بالمذهب الوهابي، يعني وذاك اب وهذا اب، بس ذاك المذهب مأثر عليه بقوه. يعني تعاليم الدين مالته مثل ما بالهند يعني اكو، او حتى غير الهند، في اندونيسيا اكو مجتمع الجاله او تاجالا اسمه، يعني فد مجتمع يعني هذول يفرحون بالواحد من يتوفى، يعني عكس خلاف المجتمعات البشريه معظمها. يعني مراسم فرح واحتفال وكذا وتوزيع حلويات وما اعرف شنو، يقولون هذا راح يروح طبعا هم مو مسلمين، بس يقول لك هذا كذا وراح يروح. اليابان انا كان عندي صديق ياباني راح توفت والدته وكذا، ما عندهم مراسم حزن عليها لانه يؤمنون بالتقمص، هي ما ماتت راح تروح لغير الروح. اي يعني فالمعتقد طبعا ياثر على حاله الحزن. زين، بس احنا اضافه للمعتقد احنا مسلمين نؤمن انه اكو اخره. احنا اصلا كمسلمين هو الموت. انت حضرتك بنتك توفت رحمه الله عليها، انت لو ترجعين لاصل الايمان توخرين كل هاي العوامل الثقافيه، يعني هاي التراكمات، انت متاثره بثقافه المجتمع، مو لو ترجعين نفس الدين ما تحزنين. بنتك راحت عند رب كريم وراح غفور. شفتي؟ فانت اذا ما وصل مرحله اليقين بهاي القضيه، مثل يعني الامام علي ليش ابتسم؟ قال فزت ورب الكعبه، اصلا كان مرتاح وسعيد، لانه يقول لو كل شوف الغطاء ما زاد يقينه، جاي يشوف الملكوت، هو جاي يشوف الاشياء كما هي، فعلى شنو يحزن يعني؟ على شنو يحزن؟ نعم الحزن الحسين وبكاء على الحسين هذا بقضيه سياسيه، هذه بقضيه شرعيه. انت اكو حاكم شرعي، اكو سلطه اسمها بني اميه تنزع الشرعيه من عندها، تقول هذول قتلوا ابن بنت رسول الله. تذكرهم دائما، هاي فلسفه الطقوس الحسينيه، تذكرهم دائما وبين العباس وغيرهم وكل سلطه، ولهذا السلطات تحاربها. وليش عندها لو بس يوم جابت فولكلور شعتها فولكلور مثل تشوبي ومثل غيره، خلي شو يسوون خلي يسوون، بس بيها بعد سياسي، بيها رمزيه، بيها معنى، بها يعني تعطي دافع للناس. فلهذا يخافون من عندها الحكام، حتى لو كان شيعي. الشام مو كان يخاف من عندها بإيران، كان يخاف من عندها. هو يجي محرم تنقلب الدنيا مظاهرات على الشاه وكذا واضراب عمالنا، يعني تصير موجه. فهذا يعني فهذا الحزن احنا قلنا بالبدايه هذا الحزن يختلف، هذا رمزيته ونسق الرمزي يختلف عن نسق الرمزي مال الحداد على الميت وعلى الابن وعلى الحبيبه وعلى الطفل وعلى غيره. هذا هو الفرق. تفضل السلام. المحامي بشير اذا لم اكن مخطئا. السلام عليكم جميعا. اقدم لكم نفسي المحامي بشير النداوي. محور محاضرتنا اليوم هو الحزن في ثقافة المجتمع. أعتقد يعني أي ثقافة مجتمع تستند إلى حضارة المجتمع. الحضارة هي الأساس. حضارة المجتمع العراقي ثبتت للجميع اليوم أنه أقدم حضارة بالبشرية. كان أكو خلاف أو نزاع أنه الأقدم العراقية من المصرية، ثبت أنه العراقية هي الأقدم، هي الأساس. وبدليل أنه صعيد مصر
اكو راي قوي جدا يقول لك هم قبائل نزحت من جنوب العراق وسافرت الى الصعيد. المهم، هل اكو ارتباط بين حضاره والحزن في المجتمع العراقي؟ اعتقد الفرد العراقي وخاصه بالجنوب يغالي او يبالغ في الحزن، بس هاي المبالغه والغلو ما جاي من فراغ. جاي ليش؟ جاي انه هو من طبقه كادحه، فلاح، والفلاح هذا يقضي عمره يتعب بالارض وينطي ثمار، النهايه وين تروح؟ تروح للملاك، هو ما راح يحصل شيء. فهذا من يوصل نهايه عمره ويشوف انه هاي الحصيله العمر اللي مضت ما ثمر، فهذا راح يخلق له دافع انه للحزن ازيد من الاخر المترف. هاي ناحيه. الناحيه الثانيه الحزن ليش يعني اخذ اكثر من حيزه؟ انه حتى بالنسبه للمجتمع الجنوبي، المجتمع الجنوبي قدم تضحيات اكثر من الباقي المناطق، خلينا نقول الشهيد والفلاح. فاعتقد انه العراق بطبيعته هو يشعر انه هو يستحق حياه افضل، فمن يوصل للموت وما محصل هذه الحياه فراح يصير عنده الحزن مضاعف. هاي النقطه اللي حبيت. نعم، شكرا جزيلا. يعني هو حضرتك اشرت احنا هاي انا اريد اكد عليه دائما انه احنا عندنا استعذاب للحزن. يعني شلون الانسان يجده عذبا، يعني جزء من راحته انه كان يعني شيء بشيء يذكر. يعني اذكر المرحوم الدكتور عالم الاجتماع علي الوردي يذكر في كتابه شخصيه الفرد العراقي او طبيعه المجتمع العراقي. كان عنده صديق يدرس معه بامريكا، فيقول من رحت ازوره، فيقول هو كان قاعد بغرفه ضمن مجرها عند امراه مسنه يعني، وقاعد بهاي الغرفه. فيقول هاي المراه سالتني، قالت لي هذا شبيه صاحبك هذا العراقي؟ عنده يعني شو؟ قال لي شنو شبيه؟ قلت له ما ادري شو، كل ما يطب يستحم بالحمام يبكي وما ادري شنو يعني هو ظاهر يقرا موالات من يسمع. قلت له شبيه يعني؟ قال لي كل شيء. فهو قال له قلت له صاحبي ضحك، هو كل شيء يدرس بامريكا، بس من يغني بحزن، من يقتل نفسه. يعني احنا لا نزال عندنا هاي الثيمه هذه او هاي السمه، احنا نرتاح للشيء الحزين. يعني المشهد الحزين يعني يثير مشاعرنا. ما بعد هذا سبب حد طويل ليش الشيء صار بعد. الاستاذ هاني قسطو. مساء الخير جميعا. مساء النور. نشكر الى جاليري مجيد على كل القائمين على هذا المنتدى الرائع، ونشكر الاستاذ طالب الورد. حقيقه حبيت اوضح نقطتين اساسيتين. النقطه الاولى، اغلب الحزن هو نتيجه الظروف. يتكلم الاستاذ المحامي على مساله الحزن خاصه في الجنوب. ليش؟ لان طبقه فلاحيه تزرع وتتعب ويجي الطوفان خاصه في نهر الفرات وهذا المحصول كله يروح. مو مثل الهند، مصر عندهم نهر النيل، عمر نهر النيل ما فاض ايام الحصاد. بالجنوب عندنا وقت الحصاد شوف راسنا يصير فيضان ويروح كل المحصول. فهذا الفلاح اللي قاعد يتعبد ربه ويشتغل ويتعب يجي وقت الحصاد ويذهب. لذلك طرأت هذه المواضيع على الاهازيج وعلى الاغاني وعلى الموالات الجنوبيه، شوف بيها حزن. بس في مصر اشوف لا، الصعيد وغير الصعيد كلها شوف اغانيهم او نكتهم بارزه. الشغله الثانيه والمهمه جدا حقيقه، احنا بلدنا بلداننا هذه المنطقه وبالاخص العراق بلدان موطن الاديان والحضارات، فيجب علينا ان ناخذ من الدين هو جوهر الدين. لان متى ما اخذنا جوهر الدين مثل ما ظلت قسم من الاحاديث في القرآن الكريم أو في الكتاب المقدس أو في أي مكان حقيقة ناخذ هو الجوهر. يعني ليش؟ لأنه إذا أخذنا مسألة السطحية في الموضوع أخذنا الموروث وما حد قتلنا غير الموروث. الموروث بعض الأحيان له فائدة جدا بسيطة في نقل حالة معينة، بس أغلبها ترى موروثها
مسيئة ويعني مؤذية لأن تأجلنا دائما تأجيل. فيجب أن ننظر دائما للخلف حتى نتعلم، وللأمام حتى نبني المستقبل الموجود. حقيقة نختم في شيء بسيط، إذا عندنا جبل لنحاول نتسلقه إذا عندنا إيمان أن نغير هذا الجبل من مكان إلى مكان ثاني. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. فقط أضيف لما أضافه أنه إحنا أيضا يعني من سمات الشخصية العراقية والمجتمع العراقي عندنا دائما سقف توقعات عالي، يعني سواء من الحكام، من السياسة، من أنفسنا، من بيئتنا، وهذا طبعا يرهقنا. يعني دائما أنت تريد الأفضل، ودائما نقارن بلدنا ونقارن نفسنا بالآخرين. الأستاذة كفاح. السلام عليكم. طبعا محاضرة جميلة جدا، واتفق وياك يعني خصوصا الجزء الأخير من أكدت على كيف نتجنب الحزن فرديا، يعني كأنه يعني ولكن موضوعة الحزن موضوع عميق جدا، يعني يجب أن نتناوله من 3 محاور، يعني محور السلطة ومحور البيئة ومحور الدين. 3 محاور هي تلعب دور في سيكولوجية الإنسان العراقي. اتفق ويا اللي قبلي الاستاذ اللي طلع انه اولا من ناحيه البيئه العراق يختلف عن بقيه العالم. ليش عندنا الحزن قوي؟ حتى الدين، يعني انا اتذكر انه يعني اعتقد الوائلي او كان يرفض هاي التطبيق، ويا جمال الدين قال هاي مساله عراقيه قديمه، يعني احد المراجع رفضها، اليوم الثاني جو يقتلوا ابنه قدامه. يعني إذا هاي موجودة في سيكولوجية الإنسان، عملية تعذيب وحزن موجود بالبنية العميقة للإنسان العراقي. يعني احنا توارثنا نسمع جداتنا وآبائنا، هناك حزن عميق، أغانينا، مراسيمنا، حتى وانت قلت هواية منها شطر تتهدم فجأة. النهر الفرات من يجي في موسم الحصاد، يعني اتفق وياه، يموت كل أحبابنا. فمن تخرج طبعا يخرج مثل ما يقول علي شوق، يبدي يشعر الفرد العراقي النكبة القوية اللي صارت من النهر، انه هو غضب الله، بدا يتوجه نحو الزهد، علما انه حضارتنا زرادشتية تؤمن بالفرح واللذة، ولكنها تحولت شوي شوي الى المانوية بفعل لجوم النهر، نهر الفرات. وهذا طبعا انا ذكرته من اشعار نازك الملائكة. اذا هاي البيئة. اما السلطة عمرها نتيجة الجغرافيا الممتدة للعراق اللي ماكو حدود، فكل الأقوام تطب علينا. في يوم أنت ما عندك هوية، يعني فجأة قوم الجو هجموا، سلطان طاغي هجم عليك، اعتبرك أنت يعني تابع وهو السيد. هاي على مر السنين، على مر تاريخ العراق هو السيد والعبد. ظل الشعب العراقي هويته مخترق. هذا الاختراق. انت قلت ان الانظمه الفردانيه شموليه، الانظمه الفردانيه تؤمن بذات وهويه الانسان، فتشوفه فريحي، يعني هو حتى بانعزاله هو مرتاح، لكن الانظمه الشموليه تسحق الذات الانسانيه، ما تؤمن. يعني ومن ضمن هاي الاغنيه مال الفرح يجمعوهم يقولوا لهم ما يصير تغنون، اذا هو ساحق للذات الانسانيه، ذات الجوع والحزن هاي ما يقبل فيها، يريد كلها للسلطه. هاي جزء من الحزن. إضافة للدين، الدين طبعا أنت هم قلتها، رسخ مفاهيم الحزن من أجل أن يحافظ على طقوس الحسين، لأنه بعد الانشطار اللي صار بالدين الشيعة والسنة، الشيعة ظلت مظلوميتها الحسين، فشون تبرز تاريخيا؟ تبرز عبر المقتل، واتفقت المقتل مال الحسين اتفق مع شعائر العراق. طبعا الشيعة موجودين بالعالم كلهم ما يسوون مثل العراقيين، لأن العراقيين عندنا مقتل ديموزي موجود بالتاريخ. الحزن حالة وجدانية. الحزن في العراق متأصل من جذور أقدم حضارات على وجه الكرة الأرضية هي حضارة الرافدين. من أولى الوثائق التي وجدت على الكرة الأرضية محمد بيقامش والمرثية ووفاة صديقه. أيضا في الحضارة البابلية هناك النواحات. اليوم عندنا الولايات. النواحات من زمن البابليين كانوا يقومون بالتعزية والنواح والعذاب واللطم والبكاء. الحزن أنا كنت أتمنى لأنه الموضوع يتناول الحزن بتاريخ العراق من
أرض الرافدين من باب الوسامة إلى اليوم. خلينا بالعصر الحديث وخلينا اليوم. احنا العراقيين مرينا في تجارب من زمن العثمانيين والى الملوكية والى الأنظمة الجمهورية. الحقيقة يعني بدأت المآسي مع حرب الشمال بداية الستينات. بدأت سلسلة الشهداء ترد إلى العوائل. الأمهات العراقيات في حرب الثمانينات أصبحت النساء والأمهات فكرة لأبنائهم. حتى أسماء الأبناء، أنا لدي مقالة بحوار متمثل عن هذا الموضوع. الأسماء اللي تذكروها في الثمانينات كانوا يسمون دموع وأحزان بسبب استشهد أبوها وهي ولدت بعد استشهاده. فهذه الأسماء انتشرت في فترة الثمانينات بسبب الحزن. الأم العراقية غير الأم العراقية اليوم بعد ال2000 أو حتى التسعينات. الأم العراقية الطفل في مهده وهي يسمع ترنيمة الحزن. يقول له يا الولد يبني وهذا الحزن والبكاء. الأمهات تبكي وهي تلولي ابنها. هذا الطفل أول ما سمع هو سمع الحزن والبكاء وهذه الترنيمة وهذا الحزن. فأكيد تصير عدة الدواء زائدا لأنه البيئة والأرض هي اللي حتى لو جينا عندنا مثلا في منطقة شمال العراق منطقة جبلية وصخرية وعورة تشوف خشونة للمرأة العورة بقوة. حتى الغناء مالتهم دبكة يرمز على القوة. بالبادية بالصحراء حدي وهذا الانفتاح في الصحراء. الجنوب هذا انسياب الماء وانسياب الأرض. وحتى أبو المشروب المشروب مالته ويغني سواحلي ويغني هذه الأغاني اللي حزينة. سببها هي كل هذا الحزن سبب اقتصادي. كل الأحزان ممكن يتجاوزها الإنسان إلا حزن الموت يراك زمن وفترة يلا يقدر يتجاوز الإنسان. ممكن أنت تحزن بعد ساعة هذا الحزن مالك ينفك. أي شخص يخابرك بالتليفون أو يقدم لك خدمة يروح الحزن من عندك. بس حزن الموت لا. حزن الموت يراك فترة طويلة حسب هذا الشخص، حسب حبه، حسب وضعه. أخيرا أريد أقول تناولت قضية الحسين. أنا أتمنى من كل محاضرة حتى أصحاب المنابر أن يتناول الحسين ثائرا وليس دمعة وحزن. الحسين ثائر حقق ثورة. هو صح شخص لا مثيل له على وجه الأرض لكن الحسين ثائر. أنه نتناول بهذا الدمعة والحزن احنا ننظم ثورة الحسين. المفروض ثاني لو الحسين اليوم يظهر ماذا سيفعل بهؤلاء الطغمة الحاكمة. شكرا جزيلا للجميع.